زي ما انتم شايفين اللي حصل قبل كده في البلاد اللي حوالينا واللي حصل في بلدنا احنا نفسها. بلدنا احنا نفسها عندكم استعداد تعملوا ايه تاني؟ يعني مثلا على سبيل المثال، لا هنعمل، تعمل ايه بقى يا حبيبي؟ ايه اللي انت ناوي عليه؟ نخرج، وبعد ما تخرج نشيله. حلو ماشي معاك انا. وبعد ما شيلته الدولار هيبقى ب 5 جنيه، الجنيه المصري هيبقى بسم الله ما شاء الله ب 20 دولار. المشروعات هتقف، 5 مليون 6 مليون هيتسرحوا، مش كده؟ ما المشاريع هتقف بقى، والجيش ينزل وماشي خلاص. عايزين ايه؟ شيلوا الرئيسين وماشي، انتوا نفسكم تشيلوا عملنا ثوره وفرحانين، ماشي يا عم نشيل لكم اللي انتوا عايزين تشيلوه. وبعد كده فتره انتقاليه، يلا كل المشاريع تقف، وقفه احتجاجيه والشغل يقف، ورصيد البلد اللي في البنك اللي هو اسمه الاحتياطي يروح. بقى الدولار فين وبقى الجنيه فين؟ المشاريع وقفت. طب الناس اللي كانت شغاله، تعرف المشاريع اللي شغاله فيها حوالي 5 6 مليون، اللي هي المشاريع اللي انتم بتتريقوا عليها، والكباري والطرق، 5 6 مليون شغالين اللي كانوا جايين من ليبيا وجايين من هنا. طب حلو قوي. وبعد كده وبيخدم عليهم مصانع وتجار وكذا في بقيه الاعمال، ومثلا مش عارف ايه بيبيع، مصانع الحديد، مصانع الاسمنت، يعني 5 مليون 6 مليون ايدي عامله شغاله هتقعد. طب وبعدين مفيش مصادر السياحه، مفيش سياحه، كل الكلام ده وقف. طب اخرتها قدامكم بقى، ولا بعد ما نعمل دستور كم مليار يتصرف عشان الناس تقف طوابير ويعملوا دستور، مش كده؟ ثم انتخابات، تلاقي نفسك في الاخر يجي بقى رئيس تاني، تيجي تفتح بقى يقول لك في ايه؟ انا ماسكها خربانه تاني. ما انتوا اصل انتوا سنه كذا لما خرجتوا كان كذا، خربتوها، ادفع الثمن. انت مش كل ما بتتكلم دلوقتي بيقول لك ايه؟ مش انت خربتها في 2011؟ والكلام اللي قلته في 2011 حتى كان جه في التلفزيون المصري لما ذكرت قول الله تبارك وتعالى في اول سوره الحشر: يخربون بيوتهم بايديهم. انت اللي هتخربها بايديك. يعني اذا كان في مثلا في نظرك شيء يتقدم على شيء وكان شيء ينبغي قبل شيء، ساعتها مش هيبقى في شيء حاجه بقى خالص، خلاص انت دمرت كل حاجه، واصبحت العاصمه الاداريه خاويه على عروشها، مش كده؟ واللصوص يخرجوا والمجرمين من السجون والامن يتهد، وبعد كده تبدا تجيب كل الكلام ده. مين اللي هيحاسب على الفاتوره في الاخر؟ سيادتك. هو انت فاكر في حد هيجي يدفع لك؟ اللي هيدفع لك هيدفع بايه؟ بثمنه. اللي هيقدم لك هيقدم لك قرض، لكن في الاخر انت واجيالك وابنائك اللي هتدفع. ما انت اللي خربت. ما كانوا فرحانين قوي في 2011، ولع في العربيات، ولع في الاقسام، ولع في المحاكم، ولع في الشهر العقاري، ولع. هو انت فاكرها دوله احتلال بتولع فيها؟ هتدفع ثمن كل ده سيادتك في يوم من الايام. انت اللي هتدفع ثمن العربيات اللي اتحرقت، وهتدفع ثمن المباني اللي اتخربت، وهتدفع. انت اللي بتدفع. امال مين اللي هيدفع؟ مين هيجي يدفع لك؟ امريكا هتيجي تدفع لك؟ لا، امريكا تيجي تاخد الثمن. ان الواحد يقول لكم انا نذير لكم بين يدي مصيبه جايه، هذه المصيبه انتم اللي هتعملوها في نفسكم. هي دي القضيه، لازم تفهموا الكلام ده يا اخوانا وتوصلوه للناس. لا تاتي الثورات الا بالايه؟ بالخراب.